السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طاسه السجق الخطيره دي بجد تحفه، هتعجبكم قوي. بجيب السجق، طريقتها سهله قوي. بجيب السجق وبحطه كده في نقطه زيت، وهو بينزل كل الدهون اللي فيه. وبعد بسيبه سليم زي ما هو، وبعد ما يستوي يتحمر من الجهتين بطلعه وبقطعه حتت صغيره قوي. وبكون مقطعه بصل كده فرماه في الكبه، يعني نص كده، ما يكونش سليم، لان عندي مش بيحبوا البصل سليم. لو بتحبوا البصل سليم سيبوه سليم. وفلفل اخضر وفلفل الوان وكده، وبهارات بقى كزبره، بهارات لحمه، وفي بهارات سجق برضو بتبقى جاهزه، بس انا ما جبتهاش للناس اللي ما عندهاش تعجيب زي ما انا عملت. بهارات لحمه، كزبره، بودره ثوم وبودره بصل وبابريكا، وبهارات اللحمه، ملح وفلفل اسود. وتحطي بقى كده وتقلبي وتاكلي احلى طاسه سجق. في الاخر خالص تقطعي طماطمايه كده او طماطمتين متوسطين وتقطعيهم كده زي ما انت شايفه، بجد طعمها رهيب بقى. في الاخر بقى بقوم جايبه بصلايه زي كده بحطها في النص، وبجيب الفحم وبحط بطشها بشويه زيت، بتبقى رهيبه. وبغطي طبعا عليها اهو. حطيت الفحم، حط بقى شويه زيت كده، شايفين الدخان ده؟ اكبس بقى كده بالغطا، بس كده هتاكلوا شويه سجق حلو حلاوه بجد، بتكون رهيبه. بسيبها متغطيه كده وما بكشفش عليها 5 دقايق، وبعد كده بغرفها. عامله معاها ايه بقى؟ عامله معاها مكرونه، ودي صلصه المكرونه، وسهله جدا، مكرونه كل بيت بيعملها، بجد حلوه قوي. جربوها هتعجبكم، الطريقه دي بجد تحفه. ودي شكلها يا بنات بعد ما خلاص كده هقدمها. بصوا جميله جدا، جربوا طريقتي بجد هتعجبكم قوي. ولا تقولوا لي بقى طريقه عز المنوفي ولا مش عارف مين، لا بجد الطريقه دي مميزه قوي. تقدري برضو ان انتي تحطيه على وش المكرونه وتدخليه ياخد وش كده في الفرن، وعليه شويه جبنه موتزاريلا، برضو حاجه خطيره. الصدق الاسكندراني بطريقتي المميزه بجد هيعجبكم قوي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديده توصل لكم.